السلام عليكم، أهلا بيكم في الدرس رقم 24 في دبلومة كانفا بعربي. والنهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل اللوجو اللي قدامنا ده اللي هو الليفتي، وكمان هنتعلم إزاي نعمل اللوجو ده اللي هو نيمفو. واللوجوهات دي بتنتمي لعائلة اسمها وورد مارك، ومثال على العائلة دي زارا H&M جاس فيدكس. وميزة اللوجو ده اللي هو بيبقى سهل جدا الناس تفتكره وبيبقى شكله حلو. هتلاقي معظم البراندات بتستخدم النوعية دي في اللوجوهات بتاعتها، واللوجوهات دي مخادعة جدا، بتبان إنها سهلة ولكنها مش سهلة إنك تعملها. لازم تطبق بإيدك كتير وتغلط كتير عشان تعرف تعملها بسهولة. فأحسن تطبيق للدرس ده إنك تشتغله ورايا زي ما أنا عامله بالظبط. وما تنساش تشترك في جروب التليجرام لو عايزني أدي لك فيدباك على الشغل بتاعك أو إنك تتعلم جرافيك ديزاين بشكل مجاني. والجروب هتلاقيه في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه هتفتح موقع كانفا وهتعمل كرييت ا ديزاين، ومن هنا هتختار اللوجو. وهنا عايز الخلفيه بتاعت التمبلت تكون لونها اسود، فهاجي هنا هعمل الباك جراوند كلر واخليه لونه اسود. والفونت اللي هستخدمه النهارده هو فونت اسمه فوتورا. يلا بينا نكتب الكلمه بتاعتنا ونشوف هنكتبها ازاي ونستخدم الفونت ده ازاي. وعشان تكتب الكلمه هتضغط على تكست هنا وهتعمل اد ا تكست بوكس، وهكتب لك الكلمه كامله، ولكن انا مش هكتبها في الواقع بالشكل ده، بس بكتبها لك عشان تشوف الحروف بتاعتها. ودي هتكون الحروف اللي احنا هنشتغل عليها، ولكن هنكتبها حرف حرف عشان كل حرف هنطبق عليه ستايل معين. في الاول همسك الكلمه دي وهحطها في الستايل اللي انا عايزه، اللي هو السايز بتاعها هيكون 50. بعد كده هختار الفونت وهسرش على فوتورا وهختار اول واحد. بعد كده هضغط على السهم ده وهختار ان هو يكون اكسترا بولد، وهاخد نسخه من نفس الكلمه اللي انا عملت لها ستايلنج فوق وانزل بيها تحت. بعد كده هتاكد ان الكلام كله الايند ناحيه الشمال، وهمسح كل الحروف واسيب حرف ال بس زي ما انت شايف كده. طيب ليه انا عملت كده؟ علشان اعرف اتحكم في كل حرف لوحده. هكتب نفس اللي مكتوب فوق ولكن كل حاجه منفرده لوحدها. هعمل زوم ان وهبتدي ان انا اخد Alt Shift من نفس الحرف واغيره اخليه حرف الاي. هتقول لي كده لازقين في بعض. هقول لك ما هو حرف الاي ده انت هتمسكه وهتعمله في الايفكتس هنا وهتعمل له اوتلاين وهتتاكد ان هو 50 وتختار لون الخلفيه اللي هو اسود. وزي ما انت شايف بقى في فرق بين الحرفين. وهتعمل نفس اللي انت عملته، هتروح واخد نسخه من هنا وتتاكد ان انت تكون لازقها حاجه بسيطه، يعني مش سايب مسافه كده، لا تكون حاططها فوق الحرف اللي قبلها حاجه بسيطه. ونفس الكلام Alt Shift راح جاي كاتب حرف التي. هنيجي بقى لحرف التي التاني هنا مش هنكتبه حرف تي، هنكتبه حرف اي. ليه بنعمل كده؟ هقول لك دلوقتي حالا. بعد كده عادي جدا بتاخد نسخه برضو وتعمل حرف الاي بتاعك هنا وتتاكد ان حرف الاي يكون فوق الاي بحاجه بسيطه، ونفس الكلام تاخد نسخه هنا بحرف الاي بتاعك. وكده انت كتبت الكلمه بتاعتك ولكن كلها حروف منفرده. هتعمل لهم جروبينج تتاكد ان هم في النص، وشكرا الكلمه اللي فوق مش محتاجينها. وبعد ما جبت الكلمه بتاعتك في النص هتضغط على كنترول شيفت جي عشان تفك الجروب اللي انت عملته تاني، وتبتدي انك تمسك حرف ال وحرف الاي الاتنين دول مع بعض. طب امسكهم ازاي؟ هتضغط على بوزيشن هنا وتختار لايرز، وهتلاقي حرف الاي بتاعك تنزل تحت شويه تلاقي حرف ال هنا، تروح ماسكهم وانت ضاغط على كنترول وتخلي حجمهم هنا 65. هتلاقي ان الكلام ضرب منك ونزل تحت، مفيش مشكله. هتمسكهم وتمسك شيفت وتروح رافعهم لفوق مع بعض ان هم يبتدوا مع الكلمه بتاعتك عادي جدا بالشكل اللي انت شايفه. اعتقد كده ابتديت تفهم انا ليه اخترت ان انا اكتبه حرف اي مش حرف تي. علشان انا عملت بوردر لحرف الاي، فلما كبرت حرف الاي بان ان هو كانه حرف تي بس من ناحيه واحده، يعني بقى ليه شرطه من هنا وفي جزء من حرف الاي مستخبي في الاي، وهو ده المطلوب. لان انا همد الشرطه الثانيه بس انا هرسمها بنفسي بلون مختلف، فكده انت الكلمه عندك تتقري left تي، ولكن عندك حرف تي عادي وتي مميز شويه. وعلشان اميز الكلمه دي من الكلمه دي هختار الالوان بتاعه الكلمه الثانيه تكون مختلفه، فهلونها باللون الاخضر اللي انت شايفه قدامك هنا. وممكن تستخدم الدرجه دي بتبقى جميله جدا على اللون الاسود. وبعد ما عملت كل ده هتمسك كل الكلمه بتاعتك وهتضغط على الايتاليكس. ايتاليكس هنا بتميل الكلام. بص الفرق من غير الايتاليكس وبص فرق بالايتاليكس. انا عايز الكلمه تكون شويه رياضيه لان ده براند رياضي، فعايز اميل الكلمه عشان تدل على السرعه وعلى القوه والحركه. وبعد ما ظبطنا الالوان ظبطنا كل حاجه، فاضل بس اخر حته اللي هي الشرطه الثانيه بتاعت حرف التي، ودي انا هستخدم فيها العناصر. وهتلاقي هنا الشيبس بتاعتك من هنا الشيبس، او ان انا استخدمته قبل كده ولكن هو موجود هنا اللي هو السكوير بتاعك.
ولمّا ضغطت عليه جالي هنا، هابتدي إن أنا أقلل سمكه على الآخر خالص، وبعد كده هاخش zoom in وأتحكم في الwidth بتاعه. هاجيبه الأول هنا عشان أشوف المقاس اللي أنا محتاجه، وهابتدي إن أنا أكبّر بالشكل اللي أنت شايفه، وأدخّله جوّه شوية عشان أطابقه بالشرطة التانية، لازم يكون بنفس الطول حتى لو بالتقريب، ولكن لازم يكون الموضوع ده مش ملحوظ إنك راسمها manual، وابتدي أمدّه لغاية ما يخترق حرف الL، وأتأكد إن هو مش معدّي من حرف الI، وزي ما أنت شايف الborder بتاع الI عامل هنا الفراغ نفس الفراغ اللي بينه وبين الT، ولكن الناحية التانية لأ. فكل اللي عليك إنك هتمسك حرف الL تروح جاي عامل له في الeffects هنا، عامل له هو كمان outline، وتتأكد إن هو باللون الأسود. وبكده اللوجو بتاعك يكون فاضل له حاجة بسيطة، إنك تتأكد إن المسافة دي قد المسافة دي، والمسافة هنا أقل، فهنحتاج إن إحنا نقلل شوية الهايت بتاعه لغاية ما يوصل إن المسافات هنا وهنا تكون ثابتة. وبكده ده بيكون الشكل النهائي بتاع اللوجو بتاعنا. بنعمل له كنترول جي جروبينج، وبنبتدي نوسطنه تاني في قلب التمبلت بتاعتنا، وكده إحنا خلصنا أول لوجو عندنا اللي هو ليفتي. واللوجو ده بينتمي للوورد مارك، وافتكر الكلمة دي كويس عشان لو عميل طلبها منك تبقى عارف هو قصده إيه. هنحفظ اللوجو ده على جنب ونروح نعمل نيمفو مع بعض. ونيمفو أنا هستخدم فيه فونت اسمه بوبنز، وعلشان نكتب النص هتضغط على تكست تول وهتعمل اد ا تكست بوكس، وهكتب لكم برضو اسم البراند عشان نعرف احنا بنعمل براند اسمه ايه وحروفه ايه بالظبط. وده كده اسم البراند ودي حروف اللي احنا هنكتبها، ولكن المرة دي انا مش هكتبهم حرف حرف، انا هكتب اول 3 حروف مع بعض واخر حرفين مع بعض. الاول هطبق الحجم اللي انا عايز اكتب بيه الكلمة بتاعتي اللي هو 60، وهختار الفونت بتاعي يكون بوبنز. هاجي هنا اسرش على بوبنز زي ما انت شايف، بعد كده هضغط انتر هلاقي بوبنز جالي هنا. هضغط على السهم اللي جنب بوبنز وهختار سيمي بولد، وده كده الطوب الاحمر بتاع التصميم بتاعي. هاخد نسخة زي ما اتفقنا تحت وابتدي ان انا اشتغل عليها. واول حاجة هعملها ان انا هتأكد ان الكلام كله الايند ناحية الشمال. بعد كده همسح اخر حرفين وهمسح كمان حرف الاي. هتقولي ليه مسحت حرف الاي؟ هننطقه ازاي؟ هوريك ازاي هندمجه في الكلمة من غير ما نكتبه. وزي ما انت شايف دايما بيكون في تريكاية بسيطة في الانواع دي من اللوجوهات، وده اللي بيخليها كرييتيف وبيديها التاتش بتاع الديزاين بتاعها. وده كده الجزء الاول من الكلمة، هاخد نسخة منه واكتب اخر حرفين اللي هو اف او زي ما احنا عارفين. وكده انا هستخدم الاربع حروف دول، وهعمل حرف خامس كمان من عندي اللي هو حرف الاي، ان انا اكتب البراند نيم بتاعي. يلا بينا نشتغل على الديزاين ده. اول حاجة هتعملها ان انت هتيجي في الاليمنتس وهتختار السكوير اللي انت لسه رسمه قبل كده، وبعد ما ضغطت على السكوير هتلونه، تضغط على الكلر هنا، بعد كده هتختار الكلر ويل وتختار الكلر كود اللي انا كاتبه هنا، ده بيبقى ممتاز برضو مع اللون الاسود. وبعد ما عملت كده هجيبه فوق الشرطة بتاعة الان، هقلل الاوباستي بتاعته عشان تفهم انا قصدي ايه، هخليه شفاف شوية عشان تشوفوا وراه وتفهموا انا قصدي هنا اعمل بيه ايه. هجيبه فوق شرطة الان واحاول ان انا اطبقه بيها بالظبط، يعني اخلي سمكه قدها والطول بتاعه انا اقدر اتحكم فيه بالشكل المناسب. فبالشكل اللي انت شايفه ده خليت العرض بتاعها تقريبا نفس عرض الشرطة بتاعت حرف الان، وهبتدي ان انا اقلل الطول بتاعها شوية، وهخلي الشرطة بتاعتي تبتدي من عند بداية الان، واخلي شكلها مربع شوية زي النقطة. وكده انا ظبطتها التظبيطة اللي انا عايزها. هبتدي ان انا ارجع الاوباستي بتاعتها زي ما كانت 100%، واشوف كده لو في اي فروق مع الحرف واظبطها، ولازم تعمل زوم ان على الاخر وتركز في الحتة دي. وبعد ما خلصتها هاخد نسخة منها واروح حاططها بالظبط فوقيها، واجي هنا في البوزيشن واختار لايرز، وبعد كده هنزل على النسخة اللي ورا، اسيب اللي قدام زي ما هي بالموف، واللي ورا دي هخليها لونها اسود. طب ليه عملت كده؟ عشان هبتدي اكبرها شوية من فوق ومن تحت، وافرغ شوية حوالين الحرف عشان تبان ان اي، كأني كتبت الحرفين 2 في 1. تاتش بسيط جدا وسهل جدا في العمايل، ولكنه كرييتيف جدا انه يجي في دماغك كفكرة. ودي ميزة اللوجوهات دي، فكرة صغيرة تخليك تخلص اللوجو في اقل من 5 دقايق. تاني حاجة هعملها ان انا همسك حرف الاف او هلونهم نفس اللون بتاع الدوت بالشكل اللي انت شايفه ده. واخر حاجة هعملها ان انا هاخد نسخة طبق الاصل من النقطة اللي انت شايفها دي، وهبتدي ان انا اخدها عند حرف الام، ولكن المرة دي هخلي لونها
أبيض. طب ليه باعمل كده؟ علشان عايز أدمج حرف الM مع حرف الF. هابتدي إن أنا أضبط برضه الهايت بتاعها بحيث إن هي تكون بادئة مع حرف الM ومكملة معاه كأن حرف الM من الجزء ده كمل كده على حرف الF. وشطارتك إنك ما تبينش إن أنت دمجت هنا مربع، يعني ما تبينش إن شايف في فرق صغير، مش عايز الجزء ده يبان، عايز يبان إن حرف الM كأنه كمل كده ودخل على حرف الF على طول. طيب إزاي أشيل الحتة الصغيرة دي؟ مش بعرف أشيلها، أنا هقول لك إزاي تشيلها. الأول هتمسك العنصر بتاعك هتلونه بلون حرف الM عشان نشوف الموضوع عامل إزاي. بص كده الموضوع مش مظبوط، لو أنا طولت كده الريكتانجل عشان نشوف شكله النهائي هيكون عامل ازاي، انا عايز اطوله بالشكل ده. هتلاقي ان عندك جزء هنا اللي انا بتكلم فيه، الجزء البارز ده انا عايز اشيله، عايز انزل حاجه بسيطه، ولما بنزل حاجه بسيطه بلاقي ان هي نزلت كتير. عشان تحل ده هتضغط على العنصر ده وهتيجي هنا في البوزيشن وهتختار رينج. هتنزل تحت هتلاقي في حاجه اسمها اكس وحاجه اسمها واي. لو انا حركته شمال هتلاقي الاكس بتقل، ولو انا حركته يمين هتلاقي الاكس بتزيد. ولو انا حركت عنصر ده فوق هتلاقي الواي بتقل، ولو انا حركته تحت هتلاقي الواي بتزيد. هنبتدي ان احنا نحرك العنصر بتاعنا من الواي ونحركه بالبوينت 1 والبوينت 2، لان انت لما بتحرك العنصر بالكيبورد زي ما انت شايف انا حركته تكه واحده، بص حركهولي بوينت كامله. احيانا بتبقى عايز تحرك العنصر بجزء صغير جدا زي بوينت 1 علشان يظبط معاك المسافات الصغيره قوي. فده اللي احنا هنعمله دلوقتي، هندخل العنصر بتاعنا نرجعه مكانه الاصلي، وهبتدي ان انا اشيل السلكشن من عليه وافضل انزل فيه بالبوينت لحد ما اتاكد ان هو اندمج مع حرف الام بالكامل. لسه برضو في حته بسيطه، فهبتدي ان انا انزل كمان انزلها اكتر، بوينت 7، واشوف المنظر عامل ازاي بالظبط زي ما انا حابب اشوفه، ان حرف الام طلع كده من الكيرف وراح مكمل على طول على حرف الاف من غير اي بروز في الجزء ده. همسك بقى بعد ما ظبطت الجزء ده ابتدي الزق الجزء ده بالظبط في حرف الاف، ما بينش ان هو كمان كاني راسم فوقيه حاجه. وبعد ما خلصت ده هاخد نسخه طبق الاصل من اللي انا رسمته ده وابتدي ان انا الزقه تاني برده من هنا واقلل السمك بتاعه بالشكل ده، وابتدي اخليه ينتهي مع نهايه شرطه الاف اللي تحت دي عشان يغطي الديفو ده. وبكده انا دمجت حرف الام في حرف الاف، ودمجت حرف الاي في حرف الان، وده بيكون الشكل النهائي بتاع اللوجو بتاعنا اللي هو بيبان سهل جدا ولكنه مش سهل ابدا، ومحتاج تفكير ومحتاج اتقان بشده. وبعد ما خلصت اللوجو بتاعي هعمل له جروبنج بكنترول جي ووسطن اللوجو بتاعي عشان يبقى شكله حلو. وبعد كده اطلع اللوجو بتاعي كصوره زي ما احنا عارفين، تضغط على شير. وبعد كده لو انت عايز تطلع اللوجو بتاعك عشان تعمل له موك اب هتطلعه بي ان جي باقصى مقاس. بعد كده هتختار ترانسبيرنت باك جراوند، ولو انت عايز تبعته للعميل هتختار اس في جي وتعمل برضه ترانسبيرنت باك جراوند. اما لو انت عايز توريه للعميل بحالته دي او تبعته لي في الجروب عشان اقول لك الفيدباك بتاعي هتختار الجي بي جي عادي جدا وتختار اي مقاس، والكواليتي يفضل تكون 100%. وفي الاخر اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ده، واشوفكم في دروس جايه كتير.